السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا من آخر فيديو. أحب الأول أشكركم على تفاعلكم معايا، بجد بتبسط جدا مع كل لايك وكل كومنت بيتكتب. تعالوا بقى اوريكم المشتريات اللي انا جبتها من السوق بتاعه الخضار. احنا شفنا مشتريات الفراخ واللحمه خلاص الحمد لله وفرزناها والدنيا تمام. تعالوا نشوفوا بقى الخضار. انا بنزل برضو بجيبه لان السوق مش قريب مني قوي، فبنزل بجيب الخضار مره واحده علشان منزلش كتير. وكمان انا صراحة انصحكم علشان نوفر ان احنا نشتري من السوق، ما نشتريش من الناس اللي هم تحت البيت. انا عارفة ان احنا بنستقرب كتير وكده، بس دايما حاجة السوق بتكون ارخص. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه. اول حاجة الخضار، طبعا انا ما جبتش حاجات دي لوحدي، ماما حبيبتي ربنا يبارك لي فيها نزلت معايا الحمد لله. وجبنا السوق من اوله لاخره عشان نجيب ارخص الحاجات يعني. فاول حاجة جبتها الخضار بتاعي، جبت بامية. جبت نوعين، جبت البامية اللي هي اللي هتتعمل ويكا، دي بتكون رخيصة. انا جايبة نص كيلو ب10، يعني كيلو ب20. تمام. وكمان جبت من البامية اللي هي بقى التركي دي، ودي كان الكيلو ب35. انا جبت دول ب20. دول كتير علينا اصلا، فانا هبعملها وهشيلها في الفريزر عشان اعملها على مرتين. وجبت البطاطس برضو بعد ما عصرنا السوق يعني الحمد لله. فلقينا البطاطس ب12 ونص، كانت جميلة يعني. جبنا 2 كيلو بطاطس، نحبها في التحمير، السلق، في أي حاجة تانية. بطاطس مهمة جدا في البيت أصلا. وجبت كمان بتنجان. بتنجان كوبي، جبنا كيلو بتنجان كوبي. هو عملوا كيلو وشوية يعني، بس هما دول عملوا 10 جنيه. الثلاث بتنجانات دول عملوا 10 جنيه. نشوي بقى، نقلي اللي احنا عايزينه، ممكن نعمله نستخدمه في الفطار، في العشاء. حلو جدا. متنسوش ان احنا قلنا فيه وجبتين سمك، فسمك يعني هنعمل بتنجان. وجبت كمان فاصوليا خضراء، صراحة دي كانت اغلى حاجة في السوق، بس انا عشان نفسي كانت رايحة لها كده فاشتريتها. كيلو الفاصوليا الخضراء كان ب50 جنيه، انا جبت النص ب25. بس انا برضو عارفة ان النص ده كتير على الاسرة عندي، ان انا اولادي صغيرين وكده، فالنص ده كتير. فانا هعمله على كيسين. كيس هنستخدمه في ال15 يوم دول، والكيس التاني هنشيله في الفريزر. والله بقى ايه، وقت ما نعوز ان احنا نعمله ونطلعه. خلاص. وجبت الطماطم. قولوا لي كده الطماطم عندكم بكام يا بنات؟ انا الطماطم جايباها حلوه والله، جميله ب10 جنيه. مفيهاش يعني، بس بنقعد كتير بقى ننقي فيها يعني. جبت 2 كيلو ب20. وجايبه انا كنت جايبه يعني كيلو تاني جامده عشان السلطه. دي برضو على فكره مش مستويه، حلوه يعني، بس دي انا هصلصها، هعملها صلصه يعني، وهشيلها برضو في الفريزر وهوريكم كل ده هنعمله مع بعض ان شاء الله باذن الله. وجبت خيار، كان فيه خيار ب10 وكان فيه ب15. انا جبت اللي هو ب15 علشان الاولاد عندي بيحبوه، بعمله مع الجبنه، بعمله في الفطار، في العشاء، فبصراحه بيبقى جميل. جبت كيلو ما شاء الله اهو، ان شاء الله باذن الله يقضيني يعني. وجبت كمان بصل. فضلنا نعصر السوق، ماما ربنا يبارك لي فيها يعني نقيتهولي يا عيني احلى حاجه. البصل ده كان ب6 ونص. يا ماما شكرا. وجبت 2 كابوتشي، بتبقى حلوة في السلطة. وبرده في الصيف الحاجات دي بتبقى جميلة كده وفيها مية. والسلطة مهمة جدا في كل وجبة، بجد السلطة من الحاجات المهمة زي البروتين بالظبط، زي ما احنا ما بنقول بروتين في كل وجبة، فالسلطة معانا في كل وجبة. وجبت كمان فلفل حراق كتير، علشان انا عارفة الفلفل ده ان شاء الله زي ما قلت لكم هيكفيني 15 يوم. تمام، هيفيد منه انا عارفة، مش مشكلة. انا بعمل الفلفل بالصلصه مره واحده كتير، وبسيب برضو حبه فلفل عشان لو احتجتهم في حاجه. وكمان جبت الفلفل اللي هو الكوبي. الفلفل ده دول ب10، والفلفل ده دول ب5. الكوبي انا لو كنت نزلت جبت انا يعني في خضري فتح تحت البيت على طول،
انا بجيب منه الربع مثلا، او بيقول لي احط لك بالعشرة، بيبقوا حبه اقل من كده. فبصوا دول هم ب5 جنيه. خلاص. وجبت كمان نص بتنجان من ده عشان هخلله. انا مش هعمل محشي لان انا كنت لسه عاملاه، فمش هعمله تاني. ولو عملته مش هعمله بتنجان لان لسه عامله بتنجان. فلو عملت محشي هعمله ورق عنب أو كده، مش هعمل ده يعني. انا جبت ده للتخليل، جبت نص كيلو، جبت والله باقي فلوس يعني، كان ليا باقي 5 جنيه عند الراجل، فجبت دول بال5 جنيه، نص كيلو. وكمان جبت ورق عنب. في ورق عنب كان ب10 جنيه، بس الورقه بتاعته ما كانتش ناعمه، لكن ده ما شاء الله ورقته كانت حلوه وجميله. وماما كمان قالت لي ده احلى، هاتي دوت، ده دي ناعمه وهتبقى حلوه يعني. جبت دوت الربع ب25. ماما حتى حاولت تجيبولي ب20 بس ما رضتش يعني. وجبت عشان النهارده هناكل سمك، فجبت جرجير بقى وخضره، خضره السمك يعني، حاجات السمك. ده بالنسبه للخضار. انا جبت الخضار اللي انا حاسه ان هو هيكفيني 15 يوم. تمام. طيب تعالوا شوفوا بقى الحاجات اللي جبتها من عند العطار. جبت 2 كيلو رز عشان هعمل سمك وهعمل حاجات كتير وفي طبيخ وبتاع. الكيلو كان ب26، كان في ب25 و26 وفي ب28 في السوق. بره السوق الراجل اللي بره السوق بيبيعه ب30. بصوا ده حلو جميل يعني، رزه جميله جدا وما فيهاش اي مشاكل خالص. تمام. جبت 2 كيلو، عارفه ان انا هحتاج عليهم تاني يعني، بس عشان على قد برضو ايه الشيله. وجبت البسكوت ده، لقيت فيه واحد واقف بيبيع العلبه دي كلها ب20 جنيه. طعمه حلو جدا. ماما صراحه اللي جابته، ماما جابته للبنات عندي يعني. جابت لنا العلبه دي. طعمه طلع تحفه، كنت خايفه صراحه طعمه ما يطلعش حلو او مش طازه، والله طلع جميل جدا الحمد لله. وكمان جبت خل، ازازه خل، كنت محتاجه خل، جبت ازازه خل. الخل ده حلو، مش بنفس سعر هاينز، ومركز جدا وجميل جدا. خلاص. وكمان جبت ازازه زيت برضو، ماما حبيبتي ربنا يبارك لها هي اللي جابتها لي. وجبت باكو شاي لان انا كنت محتاجه له. وجبت كمان دقيق. دقيق ده يكفيني بقى الحاجات كتير، هنقلي سمك، هنقلي اي حاجه، هنعمل كيكه كده يعني. خلاص. ده بالنسبه للحاجات اللي جبتها من عند الدكتور. وجبت طبعا فلفل اسمر لانه خلص معايا في التجهيزات. وجبت كمون بس. كنت كل حاجه تانية الحمد لله عندي. جبت بقى السمك اللي قلت لكم عليه، احنا اتفقنا ان في يومين هناكل فيهم سمك، فتعالوا اوريكم انا جبت السمك ايه. انا جبت اهو ده، ماما برضو ربنا يبارك لي فيها هي اللي منضفاه، نضفتهولي. دوت بولتي. جبت سمك بولتي. وجبت سمك براميتا، اللي هو الشخور البلدي ده يعني. تمام. جبت دوت 4 سمكات لان احنا 4. تمام. وجايبه معاه بسارية. تمام. ودوت جبت كيلو يعني، جبت عدد معين من السمك وقسمت نصه، نصه هيبقى مقلي ونصه شوي، ده هناكلوه النهارده ده. لكن ده مع البسارية هيبقى يوم تاني. البسارية بقى تحفة جدا، هي رخيصة بس مفيدة جدا جدا بجد. حلوة قوي ومليانة بال بالعناصر الغذائية، فيها اوميجا 3 كتير. اي واحدة حامل بجد مهم جدا تاكله. انا الدكتورة كانت قايله لي الاوميجا 3 مهم جدا، هو اللي بيكبر حجم البيبي، وكمان مهم لمخ البيبي وكده. ف بس هي تحفة تحفة، مليان اوميجا 3 وجميل جدا. طيب. وجبت برضو حبة حاجات كده من العطار هوريها لكم، عشان لما نعوز نعمل كيكة ولا حاجة للفطار يبقى ايه موضوع مش صعب يعني. جبت ده كاسترد بالشوكولاتة، البنات بيحبوه، بعمله فيهم مثلا وبيبقى عشا يعني، لانه احنا في الصيف واحد ما بيبقى مش قادر يتعشى. وجبت واحدة كيك شيف برضه عشان لو حبينا نعمل كيكة. وجبت فانيليا عادي، وجبت كمان فانيلا برتقال. ودي كانت المشتريات بتاعه ال15 يوم، وان شاء الله باذن الله تكفيني كمان اكتر من كده يعني. في حاجات هقطعها واشيلها تنفعني في ال15 يوم التانيين، او تبقوا في الفريزر وخلاص يعني.
هنعمله كده كده مع بعض ازاي انا بشيل الحاجات دي من غير ما يفقدوا قيمتهم الغذائيه او يبقى لونهم دبلان او حاجه. ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي باذن الله هيبقى فيديو تفريزات بس بقى للايه، للخضار باذن الله. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وادعموني، فعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد بنزله يوصل لكم. نسيت اوريكم حاجه مهمه جدا. انا عارفه ان احنا جبنا اللحوم بتاعتنا وكده وفرزناها، بس انا لقيت ده ب 170 جنيه. فماما قالت لي طب هنكمل السوق واحنا راجعين يبقى هاتي. واحنا راجعين لقيت الراجل نزله ب 160 جنيه وتحفه، ما فيهوش حاجه ولا عامل ريحه ولا اي حاجه خالص. انا كنت جايباه 190 جنيه، ف 160 جنيه جبت، قلت مش مشكله اشيله الشهر الجاي ان شاء الله باذن الله، 15 يوم الجايين مش هيخسر يعني. فعايزه اقول لكم يعني ان انتوا ايه، خدوا السوق دايما رايح جاي كده، وان شاء الله تلاقوا الوقت حلو. مع السلامه، باي باي.